أحمد إبراهيم أوسمان أحمد. تكلفة أو ميزانية بروفيسور أستاذ دكتور في جامعة جنوب الوادي، كان الكلام ده من 10 سنين أو من 12 سنة، كانت حوالي 250 جنيه في السنة. لما سافرت إنجلترا ميزانيتي أنا كباحث، يعني أنا كان لي ميزانية حوالي 200,000 دولار. حضرتك بتقارن 200 جنيه ل 200,000 دولار. أدي لك مثال برضو على الإمكانيات. لو أنا حبيت أحلل عينة إكس راي في جامعة جنوب الوادي في مصر، بكتب طلب لرئيس القسم. رئيس القسم بعد 15 يوم بيرفعه لعميد الكلية، عميد الكلية بيرفعه لرئيس الجامعة، رئيس الجامعة بيوديه للصناديق الخاصة، الصناديق الخاصة بترد عليك بعدها بشهرين 3 خلاص موافقين ان انت تروح تحلل العينة. باخد العينة بتاعتي احطها في بوكس كده واسافر من سفاجة للقاهرة 13 ساعة عشان اروح احللها في حلوان. طبعا كل جامعات مصر بتحلل هناك. بتاع الدكتور اللي في حلوان يقول لك تعالى خد النتائج بعد 3 شهور او يمكن 4 شهور. لما رحت جامعه الملكه بقول لهم انا عاوز اعمل تحليل الاكس راي، فلقيت المشرف بتاعي بيقول لي المفتاح الاوضه اللي جنبك. ببساطه كده يعني انا هو في الاوضه اللي جنبي، انا في الاوضه اللي جنبك. اللي بينقص الباحثين في مصر رقم واحد الامكانيات، لازم نوفر لهم امكانيات اكتر من كده. ما ينفعش تبقى ميزانيه الباحث ارقام زهيده جدا. رقم 2 نديهم الثقه. يعني احنا عندنا للاسف لما بيبقى في مشرف وطالب، الطالب بيبقى تابع للمشرف بتاعه، بتقتل شخصيته يعني. لكن لو احنا ادينا له الفرصه، ادينا له الثقه في نفسه، لا شبابنا زي الورد، شبابنا يعني ذهب.